السلام عليكم. معاكم شيماء لأول مرة يشوفني. النهاردة جاية لكم فيديو بقى هنسيح مع بعض السمن البلدي زي ما انتوا شايفينه كده بكل سهولة وبكل حركاته وتكاته هعرفها لكم. اي حد هيعرف ان هو يسيحه، اي بنوته كده حلوه لسه في بدايه الزواج او لسه حتى في بيت اهلها هتعرفي ان انت تسيحي السمنه في البيت بكل سهوله. هنروح نشوفه مع بعض، بس بقى مش هفكركم. عجبكم الفيديو النهارده لايك وشير، وكمان اللي مش عندي في القناه ينزل يشترك تحت الفيديو. اول حاجه جبت الزبده بتاعتي حطيتها في حله، لازم تكون حله كبيره علشان السمنه بتاعتي بتسيح. اول ما كده ما بدا ان هو يسيح شويه بحط لها معلقه كبيره من الملح، بس معلقه كبيره ممسوحه ما تكونش هرميه. بس كده مش هحط اي حاجه تاني في السمن بتاعي. انا هنا بوريكم المراحل، بسيبه على النار هاديه. طبعا ما فيش اي نار عاليه على السمن خالص، من اول ما تحطيه لحد ما يخلص نار هاديه خالص، نار هاديه خالص. بيبدأ يعمل معاكي الوش الأبيض ده، واحدة واحدة بتلاقيه بيبدأ يختفي. الوش الأبيض ده بتلاقيه واحدة واحدة بيبدأ إن هو يختفي. الأول بتلاقيه كله حوالي قد الحلة بتاعتك، وبيبدأ في النص إن هو يبدأ يفضى لحد ما بيفضى على الجناب. شايفة هنا كده أنا بوريكي ومبطئلك الدنيا خالص، وماشيين يعني مع بعض خطوة بخطوة علشان نعرف السمنة بتاعتنا ازاي تسيحيها صح وتطلع مظبوطة معاكي وما يحصلش فيها أي حاجة. زي ما انت شايفة هنا خلاص بقى الحتة الوش الأبيض راح معايا. هنا بقى زي ما بيقولوا كده عليها، بيقولوا لك عارفة يا عاملة زي عين الديك. بتلاقي بيبدأ بقى ان هو يعمل فوران كده من فوق، بس بتشوفي بقى السمن بتاعك بتلاقيه خلاص رايق، كل حاجة نزلت تحت والسمن بتاعك بقى شفاف زي ما شفتيه كده في أول الفيديو في البرطمان. شايفة هنا بقى، بصي هنا بقى بيبدأ يطلع الوش الأبيض ده كله هينزل تحت. بس هنا خلاص مرحلة السمن بتاعتي خلاص خلص كده. قفلت النار بقى دلوقتي، او سبته بقى لحد ما كل الوش، شفتي كل الوش اللي انت كنت شايفاه اما سبتي الحلة تهدى وتبرد كله نزل لتحت. حتى لو اتبقى حبة صغننين خالص هنشيلهم من على الوش كده وخلاص بأي مصفى صغنونة. شايفين السمن بتاعي لونه حلو ازاي؟ انا بقى كشيماء بحب اصفي السمن بتاعي. كتير يقولوا لي ليه بتصفيه، انا بحب كده. يعني احب اي حاجه حتى لو بسيطه ما تنزلش، بحب السمن بتاعي يكون رايق جدا. يعني خطوه بجد هتفرق معاكم، اللي هيجرب ان هو يصفي السمن هيعرف الكلام اللي انا بقوله. اهم حاجة ان احنا بعد ما نخلص ونقفل عليه النار نشيله من على البوتاجاز علشان بياخد الحرارة دي. طبعا هيحرق معاكي ومش هيبقى حلو. شايفين بقى السمن بتاعنا رايق روقان مفيش كده. اتمنى بقى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولايك وشير لو الفيديو عجبكم، واللي مش عندي في القناة ينزل يشترك تحت الفيديو ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. اقول لكم مع السلامة.